السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين القناة محمد الحارثي. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم واحد النصيحة وواحد المعلومة مهمة. إذا كملتي معايا هذه الحلقة من الأول إلى الأخير غادي تستفد أكثر من النصائح والمعلومات. على حقاش عندنا هنايا الأرنبة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد، يعني الأرنبة النيوزيلندي والدة عدد، ولكن شوف حجم الصغار الأرنب، شوف حجم الصغار الأرنب اللي كاينين موجودين معنا هنايا. يعني كاينين والدة الأرنبة عدد، كاين هنا واحد العدد يعني ديال الأرانب هنايا ما واخدينش حقهم في الرضاعة والصغار. هاد الأرانب هادو إذا ما اهتميناش بهم غادي يوقعوا يعني في الموت وبالجوع، يعني بسبب الرضاعة ما راضيينش. هنا أرانب ما شاء الله أولادها ممتازين ربي يبارك ويزيد، زلناهم في هاد الطاس كما كتشاهد معنا أمام عينك. حطينا هاد الأولاد هاد العدد هنا راه كاين عدد ما شاء الله اللهم بارك وزيد، شوف يعني راه خلفة طالع يعني كلها في حجم واحد. هاد الأرانب يعني الإخوة ديال هاد الصغار الأرانب. أنا أشنو غادي نعمل هنايا؟ غادي تتابع معايا هذه الحلقة واستفد من كل النصيحة والمعلومة. هنايا غادي نعملوا هنايا يعني بحال شكل الرضاعة الحابسة، يعني الرضاعة الحابسة أو الرضاعة الإجبارية، اللي غادي نهزوا هاد الأرنبة بسم الله ما شاء الله، غادي نسدوا عليها هنايا بحال ما هكا. غادي نخلوا هاد الأولاد اللي هنايا كما كتشاهد، يعني راه كيمشي تحت الأم ديالو باش خاصو يرضع. هاد الصغار الأرانب خاصني نهتم بهم تقريبا لواحد المدة ديال 4 أيام أو 5 أيام، او المهم خاصني ضروري نهتم بهاد الاولاد هادي. انا غير بغيت نشرح لكم على هذا الفيديو. خاصني انا نراقب الارنبه من بعد ما يتجمع فيها الحليب ويكون فيها الحليب وتكون في الوقت الفتره ديال الرضاعه، خاصني ندخل الارنبه ونخلي مع داك العدد، يعني العدد الارنبه مربما الا بغات تخرج ما بغاش ترضع الاولاد ديالها. غادي نوريكم الطريقه، يعني بالخصوص الناس كيتكلموا عده الناس كنشوفهم في التعاليق كيقولوا اخي محمد الحارثي ما بغاتش الارنبه ترضع الاولاد ديالها، كتدخل كتبقى كتشف عليهم، يعني كما كتشوف امام عينك. هاد الارنبه النيوزيلندي ما شاء الله عليها دائما كتولد عدد، وخاصني ضروري كنجح منهم 10، ضروري كيبقاو عندها 10 9 11 أرنب كيطلعوا كله في حجم واحد، إلا الفطام كيطلعوا ممتازين. كنهتم بها هي بالعلف 300 غرام ديال العلف في العلافة، زائد خاصني في الصباح اللي لقيت ما عندهاش العلف خاصني نزيدها 100 غرام ديال العلف. هنا هاد الأولاد ديالها هما طالعين حقهم في الرضاعة. إلا خليت هاد الأولاد كلهم مجموعين في هاد العش بيت الولادة ودخلت الأرنبة في الرضاعة الحابسة غادي يرضعوا هاد الأولاد كلهم غادي يرضعوا، والأرنبة غادي يكونوا هادو مجهدين في الرضاعة، والاخرين ما غاديش تخليهم يرضعوا. هنا غادي نشرح لكم في هذا الفيديو وغنحبس الفيديو نخلي الاولاد يرضعوا. الرضاعه الاجباريه، سمع صوت صغار الارنب راهم جيعانين. ربي ان شاء الله يوفقهم مع الام ديالهم ويرضعوا وياخذوا الحق ديالهم في الرضاعه. على حقاش هاد الصغار كتكون الارنبه اي انثى عندك ولدت عدد ضروريا ما كيتزادوا تقريبا واحد 3 كيتزادوا ناقصين في الحجم ديالهم. كيكونوا سبحان الله العظيم كيكون التزاحم ديال الاجنه في بطنها، كيكون واحد العدد صغير من الحجم الصغار الارانب، كيكونوا واحد 3. سمع صوت صغار الارنب. سبحان الله العظيم، ما عرفتش انا في الفيديو واش كيتسمع يعني الصوت ديال الرضاعه، على حقاش انا راه كنسمع صوت الرضاعه، يعني الامتصاص ديال الصغار الارنب. يعني راه واضح مباشره. مباشرة أنا راني شاد الأرنبة، يعني الرضاعة الإجبارية. يعني بمعنى الرضاعة الإجبارية الناس اللي ما متعرفينش عليها كيقول لك الرضاعة الإجبارية. ما هي الرضاعة الإجبارية؟ الرضاعة الإجبارية هي كتشد الأنثى فوق الأولاد ديالها، يعني شد الأنثى فوق الأولاد ديالها وخليهم حتى يرضعوا. والرضاعة الحابسة راه هي ملي كتدخل الأرنبة وكتسد يعني البيت الولادة وكتخليها كتخلي الأرنبة راه كتبقى كترضع الأولاد ديالها. يعني راه كاينين كثير من الفيديوهات على القناه، الا دخلتي وشفتي بغيتي اي حاجه تكتبها، كتب طريقه الرضاعه الحابسه
الارانب محمد الحارثي غادي يطلع لك، او كتبتي مثلا الرضاعه الاجباريه محمد الحارثي غادي يطلع لك. يعني اي شيء كتبتي، كتب العنوان زائد كتب محمد الحارثي غادي يطلع لك الفيديوهات ديالنا الخاصه بها. يعني الارنبه راه تشد، يعني كما نقولوا الرضاعه الاجباريه، يعني الناس اللي ما كيبغيوش تخلي شدها صحه كما نقولوا بزز عليها حتى ترضع الاولاد ديالها، يعني ترضع مزيان. على حقاش مشروع تربية الأرانب راه مشروع بسيط ومربح جدا، غير لازم هو أي حد من المربي يبغي يربي الأرنب يربي واحد الأرنب يعني بطريقة صحيحة باش تكون طريقة التربية ناجحة معه. هذا أرنب بدا ينتفخ بطنه، سبحان الله العظيم، هذا راه بدا ينتفخ بطنه، راه بدا يزيد بطنه. علاش قلت لك أنا غادي نتابع ليه بهذه الطريقة لمدة 3 أو 4 أيام، راه غادي البطن ديالو غادي يولي ممتاز. وإلا تخليتي عليه غير فترة ديال يومين وفات منه صغار الحجم ديالو بزاف وضعف، يعني البطن ديالو ما غيبقاش يتحكم في الرضاعه، يعني غيبقى لاوي الارنب كما نقولوا كيلوا، يعني ما كيبقاش يبغي يتحكم في الرضاعه ويتسبب ليه الوفاه. انا مازال غادي نخرج الارنبه وغادي نراقبهم يعني مباشره، غادي نسد البيت الولاده او نعطي الارنبه واحد الكميه ديال العلف باش يزيد عندها الحليب. الا جوعتي الارنبه عطيتيها غير 200 غرام ديال العلف، الارنبه راه جيعانه والاولاد غيبقاو جيعانين. كثير من المبتدئين كيعملوا يعني بواحد الاخطاء، كيقول لك الارنبه العشار 200 غرام، او كيقول لك الارنبه عشار 150 غرام، كيقول لك الارنبه المرضعه 200 غرام. يعني معلومه غلط. يعني اللي غادي يعطي 200 غرام، يعني الارنبه خاصك لازم تعطيها 250 غرام، وخا يكون عندها عدد قليل، عندها واحد 8 او عندها 9. اما الا كان عندها اكثر من 10 خاصك تعطيها 300 غرام. زائد في الصباح الا لقيتيها مكمله العلف خاصك تزيدها واحد 100 غرام، هي 350 غرام. الحجم ديال السلاله ما شاء الله، السلاله البابيون عندنا ربي يبارك ويزيد ان شاء الله. راه كثير من الفيديوهات والنصائح غادي نقدمهم لكم على القناه باش للجميع، كل الناس المربي الارانب ينجح وما يكونش عنده الفشل. بالنسبه للمربيين المبتدئين غنعلمكم طريقه تربي الارانب في فصل الصيف وفي فصل الشتاء بدون اي مشاكل. راه دائما فيديو جديد على القناه. اذا ما كنتيش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس، دعم الفيديو بلايك دايما يوصلكم الجديد. باش في هذه الحلقه ما غاديش نطولوا عليكم الكثير، انا مازال غادي نشد الارنبه وغادي غير نوريكم واحد شويه. راه الارنب راه الكرش عنده كما كتشاهد، يعني راه البطن يعني راه بدا ينتفخ، راه غير لا تابعتي بواحد الطريقه. انا مازال غادي نعود معاهم وغادي نمشي معاهم بهذا النظام. هذا النظام راه زوين بزاف وممتاز، غيبقى عندك الارانب غاديه ممتازه. انا ما غاديش نخاف على هاد الارانب، راه حجمها ممتاز، يعني راه مشوف بسم الله ما شاء الله ممتاز. ولكن خاصني انا نركز مع الصغار الارنب، ها هو البطن ديالو بدا ينتفخ ما شاء الله، خاصني نهتم به. غادي يتم غادي الحجم ديالو ممتاز، وغيتم غادي بواحد الطريقه ديالو يعني في الرضاعه باش ما يتوقعش في الجوع ديالهم. يعني كاين الارنب الا فات هذا راه شويه، هذا راه يعني راه ما غاديش يبقى يتحكم في الرضاعه. خاص ضروريا هذا الارنب هذا راه التجوع ديالو يعني ديال الام. باش احبابنا واخواتنا الكرام، هذه الحلقه باش ما نطولوش عليكم فيها بزاف بالكثير، غنشوفوا العدد اللي كاين عندنا بسم الله ما شاء الله راه غاديين ممتازين. غنتموا غاديين معاهم بالاهتمام، والاهتمام هو كل شيء في المشروع الارنب. احبابنا الكرام، نتمنى لي ولكم الخير. انا غادي نتابع يعني المزرعه ديالي، واي حاجه شفتها راني غادي نشارك معكم الفيديوهات على القناه. كونوا معنا في الموعد، كونوا معنا في الحلقه الجديده ان شاء الله. راه دايما الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.